رسامة كردية تحفظ التراث الكردي وتخليه حي في كل لوحة. حياكم الله. زينب الأركوازي فنانة تشكيلية من خانقين تجمع بين البورتريه التعبيرية والهوية الثقافية الكردية. ولدت زينب عام 1973 بمدينة خانقين، وأكملت فيها دراستها الابتدائية والمتوسطة، ثم التحقت بمعهد المعلمات، ثم نالت شهادة البكالوريوس في القانون. تشكل وعيها الفني منذ الطفولة بدعم وتشجيع من والدها وحبها للألوان والرسم. تركز أعمالها على تجسيد الهوية الأنثوية وإبراز دور المرأة ومكانتها في المجتمع. لديها أكثر من 100 لوحة فنية، وشاركت في أكثر من 80 معرضاً داخل خانقين وخارجها. برعت في توثيق التراث الكردي، خاصة تفاصيل الأزياء الفلكلورية والعادات الشعبية. أسست وأشرفت على تجمعات فنية نسوية لدعم المواهب النسائية وتطوير الفن التشكيلي. وتتميز بأسلوب خاص في فن البورتريه يعكس مشاعر الإنسانية وعمق النفسي للشخصيات. وانتم تعتقدون أن المرأة الكردية اليوم قادرة على حفاظ تراثها أم لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات.